اوقات كتير كنت بسمع جملة حد بيقولها لحد بيهزه قوي، بيقوله إليه ما يحوجك او ربنا يكفيك شر الحوجة. كنت فاهم ان الحوجة دي اللي هو الاحتياج المادي، وان الانسان ده بيبقى محتاج فلوس من حد. بس بعد كده فهمت ان الحوجة دي طلع عليها اشكال كتير جدا. قال عن 100 مرة من احتياجك لشوية فلوس ملهاش لازمة، انك مثلا تتحوج لصاحب يسمعك ويهتم بمشاكلك لما تكتئب والناس ما تسألش عنك، وتبقى انت اللي بتكلمه وتدور عليه بدل ما هو اللي بيحسسك انه جنبك وبيطمن عليك. انك تتحوج لأب متوفي تحتاجه يقويك ويقف في ظهرك وتحس انه هو سندك بدل ما تحس ان الدنيا كلها حواليك فاضية. الحوجة ممكن تكون لأم توفت ومش لاقي حضن يطبطب عليك وقت وجعك، أو تتحوج لحد في ايده يساعدك في مشكلة ويقضيها لك ويخلص لك حاجة مهمة، بس مش عايز يكلف نفسه ومدلك ايده. ممكن تتحوج بس بكلمة طيبة تطيب خاطرك لحظة يأس وسط ناس قلوبها بلاستيك. الحوجة بس مش هي فلوس، الواحد ممكن يتحوج عاطفيا لمية شعور الناس اللي حواليه بتستخسروا فيه. علشان كده فعلا ربنا يكفينا شر الحوجة.